لا زال مشكل عزل الأئمة متواصلا، ولا زالت تبعاته تستأثر باهتمام المصلين. فبعد التهدئة التي التزم بها جميع الأطراف عقب التراجع عن قرار عزل رضا الجوادي إمام وخطيب جامع اللخمي بصفاقس، تفاجأ المصلون وإطارات المسجد بإعادة تفعيل قرار العزل من قبل سلطة الإشراف، ما دفعهم إلى توقيع عريضة رافضة لهذا القرار تجاوز عدد الإمضاءات فيها عتبة 10,000 إمضاء. أنا شخصيا اللائحة أمضيت فيها وهي صادقة وصحيحة، والناس تحط في أسمائها وفي رقم بطاقات التعريف، واللي عنده عكس وما يدحض هذه اللائحة عليه يقدم الحجة. ما لا زايد النقاش في الموضوع هذا هروب إلى الأمام، واللائحة موجودة والناس متمسكة بالأمام متاعها. فما يمكنش أنه تمر عريضة ب10,000 بهذا العدد المهول أو أكثر مرور الكرام بهذه السهولة. فهل يمكن لهذه العريضة بما تحتويه من آلاف الإمضاءات أن ترفع قرار العزل عن إمام وخطيب جامع اللخمي؟ هكذا سألنا وهكذا كانت إجابة المحاميين. ما ثمش نص يجبر السلطة على أن ترجع بناء على 10، ولكن إذا كان دولة تريد أن تكون دولة حريات ودولة حقوق ودولة مؤسسات ودولة شعب، فلها إما أن تثبت أنها دولة هذا وتحترم إرادة الجماهير، أو أنها تثبت أنها دولة تعسف وأهواء وإيديولوجيات وخلفيات وترفض. أهالي جهة صفاقس على الأقل بالنسبة لنا احنا تأكد على أن القرار الإداري غير شرعي، والمحكمة الإدارية في فرنسا والقضاء الإداري في فرنسا يعتبر هذا المعيار أساسي في تقييمه للقرارات الضبطية، وأنا نقول حتى القرارات الصادرة عن السيد الوزير هي قرارات ضبطية. هذه اللائحة ستكون مستندا قويا في التأكيد أمام القضاء الإداري على أنه ردة فعل المجموعات الخاصة لا تتناسب وقرارات السيد الوزير، وأنه قرارات السيد الوزير هذه غير شرعية. لو كان قرار شرعي راهو ما يكونش فما 10,000 أو يزيد تطالب وتتمسك بالأمة نتاعها. يعني السلطة مقتنعة أن تعمل في شيء مخالف لإرادة الناس وموافق لإرادة مجموعة عندها خلفية معينة، ما يمكنش التذبذب يفسر من غير هذا. فهي مذبذبة بين الباطل الذي تريد تكريس له مجموعة بعينها أقلية، وبين الحق الذي وراءه جماهير. وتبقى كلمة الفصل ختاما إلى سلطة الإشراف، إما الانحياز إلى إرادة الشعب والمحافظة على الهدوء والسلم الاجتماعي الذي عرفت به ولاية صفاقس، وإما أن تدخل البلبلة المجانية في أوساطها المسجدية.